نبداو كما بدأنا في السابق، نبدأ عن الاقتصاد الإسرائيلي. اسمحوا لي كذلك مرة أخرى إذا استعملت كلمة إسرائيل عوض الكيان الصهيوني الغاصب المتطرف المارق إلى آخره، كل أوصاف مهم الكيان الإسرائيلي. السكان حوالي 9 مليون نسمة، الناتج الداخلي الخام من أكبر، يعني بالنسبة لعدد السكان، من أكبر الاقتصادات في العالم، 481 مليار دولار. ناتج داخلي لكل فرد 52 ألف دولار لكل مواطن محتل إسرائيلي. الصادرات 110 مليار دولار، والسلع التي تصدرها إسرائيل بالأساس هي آلات وتجهيزات مدنية وعسكرية، برامج معلوماتية، تجسس، الأمن السيبرالي إلى آخره، منتوجات فلاحية، مواد كيماوية، ألبسة. والأسواق المستهدفة بالأساس أمريكا، هونغ كونغ، بلجيكا، فرنسا في حدود. الواردات بطبيعة الحال إسرائيل ما عندهاش مواد أولية، فبالتالي كتستورد مواد أولية، تستورد كذلك تجهيزات عسكرية، بترول، حبوب، ما عندهاش أمن غذائي، لا تنتج الحبوب بكثرة، بالتالي بقدر ما هي مصدرة الفواكه والخضار، بقدر ما أنها كتاخذ الحبوب حصة كبيرة كتاخذها مجانا من عند الولايات المتحدة الأمريكية. ثم تستعمل كذلك مواد استهلاكية، تورد مواد استهلاكية، كتورد من أمريكا، من ألمانيا، سويسرا، بلجيكا، إيطاليا بالأساس. مشكل كبير اللي عند إسرائيل هو أنها فقيرة بمواد معدنية، رقعة صغيرة جدا. كاين مشكل ديال الوعاء العقاري، كاين الأرض، ما كاينش أرض فين توسع، رغم أن كاين طاقة كبيرة جدا ديال النمو، ديال التوسع وديال الإنتاج، لكن محصورة في مجال. وهذا اللي كيبرر على أنه كاين في سياسة الاستيطان كاين ضغط شديد، لأنك كل مرة كتحاول أنها تسلب أراضي جديدة باش تنزل مشاريع، باش توضع وحدات إنتاجية إلى آخره. في البديل الثاني اللي عندها هو أنها تربط شراكات في إطار تطبيع مع دول الجوار بالاساس اللي هما الاردن ومصر، واذا اقتضى الامر توسع، تمشي للسودان، مشات في اثيوبيا قبل ما تمشي للسودان، عندها شركاء في امريكا اللاتينيه، المغرب بطبيعه الحال، تشاد. اذا كاين توسع باش انها الانشطه التي لا تستطيع ان تقيمها على ارضها انها وبالاساس المجال الزراعي، وغادي نرجعوا لهذه النقطه هذه. كاين مشكل المياه، طبيعه صحراويه، وحتى المياه اللي كاينه ملوثه جد مالحه بكثره الزراعه. فاش تكون الزراعه مكثفه، راه معروف ان السقي كيكون ديك الرسوبات ديال الاملاح كتولي المياه مع المده، وخاصه ان اسرائيل معروفه انها كتستعمل تدوير المياه، وبالتالي تدوير المياه كيؤدي الى ازدياد الملوحه في الارض، وواحد الوقت صافي الارض كتولي شبه ميته. وهذا المعطى راه جد مهم، يعني في الافق المنظور الارض اللي محتله ستصير غير صالحه للزراعه، يعني ارض قاحله جرذاء ما فيها حتى شي حاجه، لان تقتلات. لان احنا في علم، ماشي انا لكن الخبراء، باش ما نتسلطش على شي مجال اللي ماشي ديالي، لكن الخبراء الزراعيين تعرفوا هذه المساله. الارض راه حيه، الارض حيه يعني من حيث المكونات ديالها البيولوجيه، الجراثيم اللي فيها الى اخره، الميكروبات. مع المده الا كثروا المبيدات وكثرت الملوحه، وهذا الارض تصير ميته، يعني حتى القدره الانتاج. وهذا اللي حاصل دابا لاسرائيل، داكشي علاش كتحاول انها تنقل واحد المجموعه ديال الانشطه الاقتصاد الفلاحيه ديالها لدول اخرى، وعاد نزيدوا عليها الندره ديال الماء والامكانيه ديال الانتاج اللي كبيره جدا. الناتج الداخلي الفلاحي في الحقيقه ماشي بحال المغرب، عندهم 13% 14%، هما فقط 1.2%، لان هما عندهم الصناعه وخاصه الانتاج البرمجيات هو اللي كيجيب لهم فلوس بزاف. تتمتع اسرائيل بالاكتفاء الذاتي في المنتجات الزراعيه باستثناء الحبوب اللي كتحصل عليها من الولايات المتحده الامريكيه. البحث العلمي، اسرائيل جد متقدمه في البحث العلمي، من الدول الاولى، تتخصص 5.44% من الناتج الوطني الخام ديالها البحث العلمي، مقارنه مع المغرب يلاه عنده 0.4% شكليا. اذا تحت المرتبه الاولى هي عالميا من حيث الدعم ديال البحث العلمي، وعندهم واحد النموذج ديال البحث العلمي اللي هو جد متطور. انا كنتكلم عن نموذج الحكامه ليس الامكانات. عندهم واحد النموذج اللي البحث العلمي عاده تيكون مول من قبل الخواص، الشركات اللي كدير شراكات مع الجامعات، كيشتغلوا على تطوير برامج، منتوجات معينه، مواد، تقنيات الى اخره، وبالتالي كيكون في اطار هذه الشراكه كتخلص على انه في الاخر كتولي على شكل براءات اللي كيكون العائد ديالها على الجامعه وعلى القطاع الخاص. فالدوله عاده كتكون فقط كدير الدور ديال الميسر وديال المساعد، ولكن هذا النموذج يستعمل كذلك بكثره في المجال القطاع الفلاحي. تعتبر إسرائيل رائدة في إنتاج البذور التي يتم تطويرها من خلال البحث وتسويقها في جميع أنحاء العالم في شكل علامات تجارية إسرائيلية.
ولا حتى بعض العلامات التجاريه المستعاره. دابا اسرائيل دخلت في شراكات مع ذاك الكبار المنتجين البذور على العالم من قبل سانجونتا الى اخره، ودخلت معهم في اطار شراكات حتى ما كتبانش العلامه التجاريه ديالها كشركه صهيونيه، كتبان بان داخله في اما كتدخل في راس المال، وواحد العدد دابا ديال الشركات هولنديه واوروبيه اللي اسبانيه اللي داخلين خاصه بالاساس هولنديه او امريكا اللاتينيه اللي داخله فيها اسرائيل في راس المال، وبالتالي كيدوزوا البذور ديالها رغم ان في السوق كتلقى بذور المنشا ديالها والاصل ديالها اوروبي، لكن في الاصل جزء ديال فكاين اخطبوط عالمي يسيطر على التجاره ديال هذا اللي كتضر بالاساس، كتضر واحد نسبه كبيره ديال المدخول 50 مليار